عودة مجددة مع سلمان حميد. سلمان، الحين شفنا وجهة نظر الجمهور. طبعا أنت لك فئة تحبك، لك جمهور يحبك، بس احنا خذينا السلبيات. أنت خذيت السلبيات يعني. السلبيات وجهة نظرهم تحترمها أول شيء ولا ما تحترمها؟ لا أكيد أحترمها. شنو ردك عليهم؟ والله أقول حق الناس اللي يبدوا رايهم يعطيهم العافية على الكلام الجميل، زين. بس أنا أظن الواحد اللي يعني أنا ما عجبته، زين، على الأقل يعني يقول كلام حلو يعني. يعني أنت سمعت الكلام اللي انقال، خليه يشوف له شغلة أحسن واللي يعني. أنا ما أقول له يعطيهم العافية، بالعكس يعني هاي رايهم. أنت لا تجبر الناس. لا أنا ما أنا مو بزعلان على شكلك رايهم. ودك تتهاوش معاهم يعني. لا مو بزعلان، بالعكس رايهم. بالعكس في ناس يحبوني في ناس يكرهوني. أنا ما قلت العالم كلها تحبني، مستحيل. يعني العالم كلها تحبني، رايهم يعني. زين، هم في فئة قالوا يعني قاعد يطالبون باعتزالك. لا أنا بس أسألك سؤال، أنت يعني مقابلتك هذه كرها لي؟ لا مو كرها، ولا أنت بتراوين الناس إنه يكرهوني، ولا براويك بيراوين الناس اللي يكرهوني ويحبوني يعني؟ أنا قلت لك أنا خذيت فئة يعني لازم تستفيد من كلامهم، وقاعد يطالبون باعتزالك بشيء يعني باختصار شديد. فهل تعتزل؟ باعتزالي أنا لو يبقى واحد يسمع لي أنا بظل متواصل أغني لو حقه وبروحه. أنت مغرور. لا أنت كبير عملي معك. لا أنا أقول لك يعني لو يبقى واحد أنا يسمعني أنا بظل أغني له. بالعكس أنا يعني يطالبون من اللي يطالب مني. صح عليك. الحين أجيب لك طلال عندنا يسمع لك ماشي وغني له، بس تكفى لا أزعجت الناس. أنا الحين يعني نهائيا ما حد يسمع لي يعني هذول أزعجتهم يعني أنت المقصد. لا أنت تظن يعني أنا قاعد أمشي وأقول أنا فنان العرب ولا؟ لا بالعكس، احنا عشان كذي ترى تونا كبداية أنا توني ثاني أغنية يعني. احنا عشان كذي استضفناك. ما عليه سلمان، أبي أعرف شنو علاقتك مع فايز؟ صداقة، أخوة، شغل، بس بكل أغانيك صداقة وأخوة؟ إيه. ليش ما تجيب غيره؟ في غيره يعني ليش؟ شلون يعني ما في غيره يعني ليش ما تجيب؟ لا موجود يعني، أنا بس أتعامل وياه في أغاني يعني. ليش؟ يمكن هو شوف طبعا الفنان فايز سعيد هو معروف انه هو يغطي عيوب الفنانين، يعني يرجع لهم. شلون؟ يعرف لعبة الريال يعني، يعطيهم اللحن على مستوى صوتهم ويرجع حق الشباب المبتدئين وكذي يعني. عرفت؟ الله هو يعني مرجع لي الحين. هو معروف بهالشغله طبعا. هو معروف بهالشغله استاذ وطبعا اتمنى ان يكون معانا ومتابعنا الاستاذ فايز سعيد، واقول له يعطيك العافيه وعلى مجهودك، وان انت طلعت سلمان بهالصوره. وايد ناس هم بعد طلعتوا بهالصوره، ومشكور على ترقيعك اللي قاعد تسويه. شلون؟ مشكور وايد. لا ليش؟ اقول لك ايش رايك اقطعك تشرب عصير احسن؟ ها؟ تشرب عصير احسن. شلون اشرب عصير؟ يعني ما ادري يعني ايش موضوعك؟ اوكي اشرب عصير. ما ردك قهوه. حاضر. يا بالعافيه. انت ايش فيك؟ لا انت الحين خلينا نتكلم. ما كملنا. انا ما اعطيتني، خليتني ارد عليك. يعني قاعد تتكلم. خلاص احنا ردينا وخلصنا بسبب العصير. هذه الاجابه مالك. انت قاعد ترجع الحين وقاعد تتهم وقاعد تسوي قضايا وتخليني ساكت وتغير الموضوع. وين قاعدين احنا؟ قاعدين قهوه، احنا نشرب شيشه انا وياك. زين انت ليش زعلان؟ زعلان الكلام يضايق يعني. ايش تظن يعني؟ كلام يريحني ولا تبي؟ اوكي تفضل رد. شلون تفضل؟ تفضل رد على يعني انت تظن ان فايز يعطيني صوته، ولا قاعد يعرب عني، ولا قاعد يغني عني، ولا قاعد؟ بالعكس فايز ملحن. طبعا المعد هو حاط لي هالسؤال. المعد؟ اي حاط لي هالسؤال. ففي شغله. اي معد هاي؟ معد البرنامج هو يكتب هاللون؟ اي معد هذا محترف عندنا. محترف يكتب هاللون؟ محترف ماشي. يعني رجاء انه ما نغلط فيه، لان الرجال هو مو موجود. لا ما نغلط فيه بالعكس. بس هو قاعد يغلط يعني بالجمعيه. اي ترى شري وما تدري شو يسوي. زين شري حق نفسه. مو يشرب بعد عصير، ياكل الكل. وينه هو؟ زين ما عليه. خلينا نسوي فاصل الحين وندش على السؤال الثاني عشان نخلص الحلقه. حلو وايد حلو. 3 2 1.
اكشن. سلمان حميد نتكلم عن نجوم الخليج. منو كان اصدقائك المقربين في نجوم الخليج اللي كانت يعني تربطك معاهم علاقه حميمه؟ في منو؟ وايد اشخاص يعني نذكر. يعني تقول في عبد الرحمن في بدر رئيس، في احمد نجم، في خالد بريكي، ابراهيم سيف، حميد زرعي، فيصل الصراف. يعني كلهم ما ابي انا ما اذكر، كلهم كانوا معاي يعني. كلنا نسهر ونقعد يعني الكل. انت ايش رايك بفيصل الصراف؟ فيصل الصراف انسان مهذب، صديقي وعزيز علي وموهوب صوت. احنا في نفس وجهة نظر سوينا لقاء مع فيصل الصراف وخذينا جزئية صغيرة. ايش رايك نشوفها؟ شوف. توكلوا على الله يا شباب. أحمد وافي من السعودية، وعندك سلمان حميد. يعني هم أكثر اثنين كنت محتاج فيهم أيام البرنامج. زين، على طاري سلمان حميد، شلون كانت علاقتك معه؟ والله على أيام البرنامج كانت علاقتي فيه وايد 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 قوية، حيل قوية. بس الله يهدى عقب البرنامج ايش أقول لك، تغير قلب فوق تحت، خاصة عقب ما نزلت أغنيته. يعني ما أدري سالفته، يعني شاف نفسه وأدق عليه ما يرد. ما يا ناس فيصل، بس يعني هذا الحين ذكرت لنا موضوع جدا مهم. هذا بعد الأغنية؟ بعد الأغنية اي. زين، يعني هو تغير مثلا عليك يعني كصديق بس؟ من جميع النواحي يعني. شو اقول لك، يعني حتى ايام البرنامج كنت اقول له سلمان دير بالك ترى كل شيء ولا الغرور عقب ما يخلص البرنامج. كان يقول لي لا اكيد. الحين قلب كل شيء يعني. زين، انا بعرف شغله يعني اثناء البرنامج وانتم الحين كنتوا متسابقين وكانت في لجنه تقيمكم. حلو. كان يعني يشكل لك خطوره نوعا ما؟ والله اذا تبي الصراحه يعني سلمان ما كان يشكل لي خطوره يعني. زين. اللهم يعني اللي حالفه سالفه الحظ، وثاني شيء انه كان وايد يعني يتلصق باللجنه ويتبجبج علشان يلا نجحوني يعني اوه. زين، طبعا انا اشكرك على صراحتك. وطبعا اي خلاف بينك وبين سلمان اتمنى انه يزول ان شاء الله. وطبعا يعني يا ريت انت هم بعد تنصح نصيحه اخيره يعني. انا والله احب اوجه له نصيحه، اقول له يا سلمان ترى الغرور مقبره الفنان. نعم. نعم. مثل ما قلت لك بالبدايه كل شيء ولا الغرور. واتمنى ان الكلام هذا يسمعه. بس ما ادري ايش اقول.